طيب الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني للمرأة يبحث تقرير عمل الأقاليم. تطور التعليم في مديريات أفعبت ونقفة ودبحة وقارورة. سيمينار تنويري للمعلمين في الإقليم الأوسط. اليابان وآسيان تعتزمان تعزيز العلاقات الأمنية. توقعات بانكماش أكبر اقتصاد أوروبي في ألمانيا. تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات بسبب انقطاع الاتصالات. من العناوين إلى التفاصيل. عقد الاتحاد الوطني للمرأة اجتماعا في أسمرة يوم 15 من ديسمبر لمناقشة تقارير تنفيذ برامج تمكين المرأة لعام 2023 على مستوى الأقاليم. شارك في الاجتماع مسؤولو مختلف المؤسسات الحكومية وعضوات الاتحاد وبحث تقرير العمل السنوي والمهام المنفذة لتطوير المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخاتس فاميكيل في الاجتماع تنفيذ أعمال ناجحة بالنظر بعيد المدى داعية الدفع بالمساهمة الفاعلة للجهات الشريكة. وأضافت السيدة تخا أنه على الرغم من القلق بشأن التحديات والجوانب التي تتطلب التقييم الذاتي إلا أنه يتم العمل على توسيع نطاق الجهات الشريكة بما يتماشى مع قدرة الجمعية وحدود سلطاتها. ومن جانبهم أوضح المشاركون بالرغم من القيام بعمل بناء لإحداث التغيير يجب الحفاظ على التجارب المكتسبة والقيام بالمتابعة والتقييم المنتظم وحل العقبات المالية والتنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية للجمعية لتقديم التقارير وزيادة مشاركة الهيئات المعنية وتعزيز أنشطة توعية المرأة والمجتمع وغيرها من التوصيات. ارتفعت نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن 2022-2023 بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق في مديريات أفعبت ونقفة ودبحة وقارورة في إقليم شمال البحر الأحمر. وبان التقييم الذي جرى في مدينة أفعبت يوم 12 من ديسمبر بأن عدد الطلاب الناجحين زاد في معظم المدارس بينما انخفض عدد الطلاب المتسيبين نتيجة أنشطة التوعية المستمرة والمساعدات التعليمية الإضافية. وأوضح مسؤول التعليم الأساسي في وزارة التعليم الأستاذ علي أحمد إن التحسن جاء نتيجة جهود المعلمين وأولياء الأمور. ودعا المشاركون إلى توفير المرافق الكافية وتصحيح الإهمال لدى المعلمين وأولياء الأمور وتنظيم الدورات التدريبية لضمان كفاءة المعلمين وتشجيع الطلاب المثاليين لتحقيق نتائج أفضل مستقبلا. وقالت مسؤولة الزمالة في وزارة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تحقيق معدل نمو 14% في سنة واحدة مشجع ويتطلب الاهتمام بالتعليم في الفصول التي تسبق الصف الثامن لتحسين نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للصف الثامن. ودعا مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثماني للعمل المشترك للدفع بالإنجاز المحقق والسعي لنتائج أفضل. وقدم مسؤول الامتحان الوطني للصف الثامن في وزارة التعليم السيد هابتاي أسفها ومنسق امتحان الصف الثامن في الإقليم السيد نوغوسي منغستو في المناسبة توضيحا بشأن نتائج امتحان الصف الثامن على المستوى الوطني والإقليمي. نظم سيمينار تنويري ل60 معلما ومشرفا تربويا ومدير مدرسة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية في الإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول التعليم في المنطقة الشمالية الشرقية الأستاذ تدروس أبراهام أن التنوير ركز على أساليب التدريس وإدارة الوقت وعرض الأوراق البحثية والتخطيط. وحث مسؤول قسم الإحصائيات والبحوث والتخطيط والتدريب الأستاذ كستي مسجنا الذي أشرف على السيمينار المتدربين على إيلاء الاهتمام كبير لإدارة الوقت باعتباره المقياس الرئيسي لكفاءة وجودة العمل. وأكد المتدربون لوكالة الرنا أنهم سيعملون بجد لتطبيق المحاضرة المقدمة باعتبارها أساسية في الأنشطة اليومية لإدارة المدرسة.
دعت شرطة مديرية تسني إلى العمل المنسق لتعريف الشباب والطلاب بالقانون وأهمية التعليم. وأوضح قائد مركز شرطة المديرية النقيب ستيفانوس كيدان ماريام في سيمينار الذي عقد لنحو 5000 طالب وطالبة قائلا إن معرفة القانون هي ضمان السلامة، داعيا الطلاب لاحترام القانون وتلقي التعليم لضمان مستقبلهم. من جانبه ذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد ملس قبراي أهمية التعليم في النمو والتطور الشخصي والوطني. وأوضح طلاب أن التنوير المقدم تعريفي وموجه وحثوا على اتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الظاهرة العرضية في المكيفات الخطيرة قبل استفحالها. أشاد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية ابن حيلي في التقييم الذي أجراه بأنشطة لجنة أصدقاء الشباب. وأوضح مسؤول الفرع سيد شويت واللاي في التقرير الذي قدمه تنفيذ برامج التأهيل السياسي والمهني الفاعلة هذا العام بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجبهة ولجنة أصدقاء الشباب. من جانبه أوضح مسؤول منظمة الشباب العمال في المؤسسات الحكومية سيد برخة تخلاب تنظيم دورات تدريبية هذا العام في الإدارة والقيادة وتقديم مساعدات مالية لأسر الشهداء والمحتاجين. وأشاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو بأنشطة لجنة أصدقاء الشباب مناديا الشباب العمال على مواصلة أنشطتهم بطريقة منظمة. ودعت مدير مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحس فقادون لتقوية أنشطة لجنة أصدقاء الشباب، لأن البرامج الرامية لزيادة إنتاجية الشباب ليست مسؤولية الاتحاد وحده. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. ينوي قادة جنوب شرق آسيا واليابان تعزيز التعاون الأمني البحري بين بلدانهم وفقا لمسودة بيان تم الاطلاع عليها من قبل وكالة فرانس بريس في مقمتهم التي بدأت بسبب التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي. وتعمل اليابان الحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي تحمل مطالب إقليمية متنافسة مع الصين لزيادة إنفاقها العسكري في معززة التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك في كوريا الجنوبية وأستراليا. ووفق مسودة البيان الختامي الذي صدر عن القمة التي تعقد في نهاية الأسبوع، ستلتزم اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التعاون الأمني البحري. وردا على سؤال بشأن قمة آسيان، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعتقد أن أي تعاون يجب أن يؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول المنطقة وتعزيز التنمية المشتركة. قال البنك المركزي الألماني أن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف في الاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل. يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة. ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو الماضي، أظهرت توقعات البنك النصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل بقليل عن المتوقع في العام 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في العام 2024. وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطؤ الصادرات يضعف الصناعة، وأن إنفاق المستهلكين مقيد، في حين تضاعف تكلفة التمويل المرتفعة تدفقات الاستثمار. التقط تلسكوب ناسا أكبر توهج شمسي منذ سنوات، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات اللاسلكية على الأرض مؤقتا. وقال العلماء أنه أكبر توهج منذ العام 2017. وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للحكومة أن العديد من الطيارين أبلغوا عن انقطاع الاتصالات، وكان التأثير محسوسا في جميع أنحاء البلاد. ويراقب العلماء الآن منطقة البقعة الشمسية هذه
ويحللون احتمال انفجار البلازما من الشمس المعروف أيضا باسم الانبعاثات الكتلة الأكليلية الموجه نحو الأرض. ووقع الانفجار في أقصى القسم الشمالي الغربي من الشمس بحسب المركز. وتم إطلاق المركبة الفضائية في العام 2010 وهي في مدار مرتفع للغاية حول الأرض حيث تراقب الشمس باستمرار. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الاتحاد الوطني للمرأة يبحث تقرير عمل الأقاليم. تطور التعليم في مديريات أفعبت ونقطة ودبحة وقارورة. سيمينار تنويري للمعلمين في الإقليم الأوسط. اليابان وإسيان تعتزمان تعزيز العلاقات الأمنية. توقعات بانكماش أكبر اقتصاد أوروبي في ألمانيا. تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات بسبب انقطاع الاتصالات. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.